في لعنة أقوى من السحر، لعنة ما بتسيبكش حتى بعد الموت. الهوس. تخيل مكان ملوش وجود على الخريطة، مدينة ممسوخة بره الزمن، ما بيدخلهاش غير اللي روحهم رافضة تنسى غلطة أو روح ضايعة. بطلتنا النهاردة مش بس هتحارب وحوش وشياطين، دي داخلة في صراع انتحاري ضد الذاكرة والوقت وخيانة أقرب الناس ليها، عشان بس تلاقي القيد اللي يوصلها للي ضاع منها وسط الكابوس ده. بدأت الحكاية بمعركة طاحنة ضد كاهن جبار اسمه فاهي في معبد جينشان. الأختين بلانكا الثعبانة البيضاء وفيرتا الثعبانة الخضراء استخدموا سحرهم وخلوا أمواج البحر تعلى كأنها جبال عشان يدمروا الجزيرة وينقذوا شوان حبيب بلانكا. لكن الكاهن ده ما كانش سهل، عمل درع سحري حوالين المعبد وضربهم بشعاع نور ذهبي، طيرهم لجزيرة تانية وفتح دوامة طاقة رهيبة عشان تبلعهم. بلانكا حاولت تقاوم بس دبوس شعرها السحري اتكسر وبدأت تتسحب للدوامة. حبيبها كان بيترجى الكاهن يرحمها، بس الكاهن قلبه حجر وما رحمش حد. لما بلانكا لقت مفيش أمل سلمت طفلها لأختها الخضراء فيرتا وطلبت منها تديه لأبوه. بلانكا اتسحبت واتسجنت للأبد في ضريح ليفان. فيرتا راحت لشوان ورمت له طفل وهي بتزعق فيه بوجع انه جبان وبسببه اختها ضاعت للأبد. الغضب عماها وقررت تروح تواجه الكاهن بنفسها، بس الكاهن بعت لها طائر عنقاء سحري رماها في بعد تاني خالص لمدينة اسمها أسرافيل، مدينة الشياطين. فيرتا بتفتح عينيها بتلاقي نفسها في مكان غريب وموحش. أول حاجة فكرت فيها هي اختها، لكن ثواني وبتدرك إن ده مش السجن، ده عالم كابوسي وكل اللي فاضل معاها من ريحة أختها هو الدبوس المكسور. فجأة وحش براس ثور بيهجم عليها، بتيجي تدافع عن نفسها بتكتشف الكارثة، قوتها السحرية كلها اختفت وهي بتهرب وتضرب كأنها إنسان عادي. بتقابل بنت بشرية اسمها سون بتحاول تضرب الوحش بالمسدس بس ما بيتأثرش. وفي اللحظة اللي خلاص هيموتوا فيها عربيات بتقع من السماء على الوحش وبيظهر شاب لابس قناع بياخدهم في عربيته وينقذهم. النادي الشاب ده باسم البطل. سون بتاخد فيرتا لمخبأ سري بيحرسه أخطبوط عملاق، وهناك بتشرح لها حقيقة العالم المرعب ده. أسرافيل مدينة بتلم البشر والشياطين والوحوش من كل العصور. الشياطين هنا ما بيقدروش يغيروا شكلهم ولا عندهم سحر. ولما فيرتا بتقول إنها من سلالة اسمها سون بتنصدم وتعرفها إن السلالة دي انتهت من 1000 سنة. سون بتبدأ تدرب فيرتا على الأسلحة النارية والقتال اليدوي. في يوم عصابة الرؤوس الثورية بتهجم على المخبأ وبيدمروا الأخطبوط. البنتين بيهربوا بس حظهم بيوقعهم في النص بين عصابتين بيطحنوا بعض. وحش بيضربهم وسون بتموت قدام عينين فيرتا. الغضب بياكل فيرتا، تمسك الشوزن وتنزل ضرب في الوحش. البطل المقنع بيكون على السطح وبيحاول ينقذها بس هي بتقع أسير. قبل ما يخلصوا عليها بتضرب زعيم العصابة بالمسدس وتموته. وهنا بيظهر شخص اسمه سايمون بيقتل واحد من العصابة التانية وبيولع حرب بينهم. فجأة كوارث المدينة بتبدأ، أعاصير، غزو شياطين خضراء وقطيع عنة بيهجم، هرج ومرج والكل بيهرب. فيرتا بتهرب وبتقابل المقنع بالصدفة بس بيعمل حادثة وبتضطر تسيبه. سايمون بينقذها وبياخدها لمخبأ عصابته وهناك بتثبت قوتها لما بتهزم الملازم الثالث وتحط خنجرها على رقبته، وبكده بتكسب احترام الكل وخصوصا سايمون. تاني يوم سايمون بياخدها السوبر ماركت، منطقة ممنوع فيها القتال. فيرتا بتفهم ان أسرافيل ما بيدخلهاش غير اللي روحهم متعلقة بحاجة في حياتهم السابقة. جوه الماركت بتلمح البطل المقنع بيجري ورا حرامي سرق مزمار وبتفرح انه لسه عايش. بتقابل هناك فوكس
فوكس الثعلبة صاحبة الماركت. فيرتا بتسألها ازاي تخرج، فوكس بتشاور لها على بئر التحرك. الحل الوحيد انك تنط في البير وتنسى اكتر حاجة متعلق بيها. المقنع بيقرب بس ما بيفتكرش هو متعلق بايه اصلا. اما فيرتا فبترفض تنط لانها لو نطت هتمسح بلانكا اختها من ذاكرتها للابد. وهم راجعين الشياطين بتهجم والمخبأ بيتدمر. اي حد بيتعض بيتحول لشيطان. المقنع بيحاول ينقذ حد فبيجذب انتباه وحش. سايمون بيطير رقبة الوحش. فيرتا بتطلب من سايمون يضم المقنع معاه، بس لما بيوصلوا بيلاقوا عصابة الرؤوس الثورية دمروا المخبأ تاني. طوفان مية بيهجم عليهم. المقنع بيعلق في حديد وفيرتا بتقاتل بحياتها وتستنجد بسايمون، بس سايمون بيهرب ويخونها. اللحظة دي كسرت فيرتا وخلتها تفقد الأمل في البشر وتستسلم. المقنع لما لقاها هتتحول لشيطان بيقلع القناع، وهنا الصدمة. الشاب ده وشه هو نفس وش أختها بلانكا. فيرتا بتلاقي قوة غريبة وتنقذه. بالليل بيحكي لها إنه مش فاكر حاجة غير حادثة عربية، وبيقول لها إنه تساعدها لأنه حس إنه يعرفها. فيرتا بتبدأ تشك إنه هو تجسيد لروح أختها. بيرجعوا لفوكس وبيلاقوا سايمون. بيكتشفوا طريق تاني، جسر الأمنيات، بيطلعك بجسمك وذاكرتك، بس التمن إنك تسلم تعلقك لفوكس زي ما سايمون عمل وبقى شخص ضعيف. فيرتا بتوافق. فوكس بتشرح إن المدينة على شكل تعبان، ديله في نفق الرياح السوداء والراس هي المخ. قبل ما ينفذوا بايسون الزعيم الجديد للعصابة بيهجم على المار. سايمون بيحاول يكفر عن خيانته ويقاتل بايسون بس بيموت أثناء المعركة. قناع البطل بيقع. والمفاجأة المدوية، المقنع هو اللي جاب العصابة للمكان. بايسون تتبع ريحة القناع. فيرتا بتحس بطعنة قوية وبتتخيل انها تدعي. فوكس بتتحول لثعلب عملاق وتعمل فيضان يطرد العصابة، وتهرب فيرتا والمقنع لديل التعبان. المقنع بيحلف لفيرتا انه ما كانش يقصد وانه استخدم القناع عشان يقرب منها. بيوصلوا للنفق وفيرتا بتدخل وتلاقي نفسها بتواجه أسوأ كوابيسها، الكاهن فاهي. بتكتشف ان فاهي هو اللي باعت بايسون من الجحيم عشان يدمر المدينة. فيرتا بتدخل في دوامة معارك مع الكاهن، بتتهزم وتطرد وترجع تاني لمدة 20 سنة جوه النفق وهي رافضة تستسلم. المقنع مستنيها بره بيحميها. في النهاية فيرتا بتقتل طائر العنقاء وبتدمر الكاهن وبتهد ضريح لي فانك في عقلها. ولما ده بيحصل الدرع الذهبي بتاع بايسون بيختفي. الجسر بيبدأ يتكون. فيرتا والمقنع بيجروا عليه بس بايسون بيلحقهم، والغاز السام وشياطين الخفافيش محاصرينهم. بايسون بيتعض وبيبدأ يتحول لشيطان كامل والجسر بينهار. بيوصلوا للبواب بس بايسون بيمسك رجل المقنع. فيرتا بترفض تسيبه وبترجع تشد. المقنع لما بيلاقيها هتضيع نفسها بسببه بيعمل حركة تقطع القلب. بيستسلم للوحش ويخليه يعضه في كتفه، وبعدين بيقطع راس الوحش ويمسك ايد فيرتا. هو اتعض مخصوص عشان يجبرها ترجع للبواب. المقنع بيتحول لشيطان وتطلع له جناحات، بيطير بيها لفوق البوابة ويرميها جوه عشان تعيش. وهو بيبص في عينيها بيفتكر ان هي البنت اللي شافها في البير. جسمه بيتلاشى وقناعه بيقع وبيسيب وراه مزمار. فيرتا بتاخده وبتخرج لعالم البشر وهي منهار. في الشتاء في هانجيتشو بلسين فيرتا بتمشي في التلج وبتعرف ان ضريح لي فانك بقى متحف. بتدخل المتحف تلاقي دبوس شعر اختها المكسور ومكتوب انه ناقص حته. فيرتا بتسرق وبتطلع المزمار اللي خدته من المقنع وتركبهم في بعض. القطعتين بيكملوا بعض بالظبط. الصدمة والمشاعر بتغمرها.
الشاب اللي ضحى بروحه عشانها في مدينة الشياطين كان فعلا تجسيد لروح أختها بلانكا. بلانكا هربت من السجن وعاشت حيوات كتير جدا تدور عليها، وفجأة وسط تل بتسمع صوت مألوف جدا بينده اسمها. بتلف بوشها وعينيها مليانة دموع وبتشوف أختها. أخيرا رحلة العذاب انتهت. الفيلم ده مش مجرد أكشن وخلاص، ده بيقدم رسالة فلسفية ناضجة جدا عن الهوس وازاي حبك أو غضبك ممكن يأثرك في ماضيك، وإن التحرر الحقيقي أحيانا بيجي من التضحية. دمج الأساطير الصينية القديمة مع العالم الحديث وتصميم السايبر بانك عمل ميكس بصري بيخطف العين من أول دقيقة. طبعا هو رتم الفيلم أحيانا بيبقى مجنون وسريع بزيادة، والأحداث بتجري قوانين المدينة بتتشرح بسرعة، فممكن عقلك يهنج شوية. بس طبعا بسبب نقطة التحول اللي في النهاية والمشاعر القوية اللي بيسيبها، الفيلم ده يعتبر تحفة فنية تستحق المشاهدة بامتياز. الجزء الأول من الفيلم موجود في القناة، ولو وصلت معنا لحد هنا ما تنساش تشترك عشان تنضم لعيلتنا، والجزء الثالث هينزل والأخير. ومع السلامة يا أعز مشاهد.